السلام عليكم وتحية جزائرية طيبة لأصدقاء وصديقات الموقع. Royaumes-Unis où le couscous algérien intègre le menu des écoles et des hôpitaux. الكسكس الجزائري ينضم إلى قائمة الأطباق المعتمدة في عدة مدارس ومستشفيات المملكة المتحدة. كيف كانت بداية هذه القصة ومن كان وراءها؟ Les écoles et les hôpitaux britanniques intègrent le couscous algérien à leur menu grâce à une femme algérienne qui a récemment remporté un concours culinaire majeur. اعتمدت عدة مدارس ومستشفيات بريطانية دمج الكسكس الجزائري على قوائم طعامها بفضل امرأة جزائرية فازت مؤخرا في مسابقة طهي كبرى. وقد كان تنظيم هذه المسابقة من طرف مؤسسة ميلوز اللي هي une ancienne et importante entreprise familiale de restauration collective primée. تهتم هذه المؤسسة بتقديم الطعام الطازج المغذي العالي الجودة وفق ما تتطلبه القواعد الصحية العامة. بهذا نالت هذه المؤسسة ثقة إطعام مجموعة كبيرة من المدارس التعليمية والجامعات والشركات في بريطانيا. بهذا فإن قائمة الوجبات التي سيتم تقديمها لعدة مدارس ومستشفيات بريطانية من بداية هذا العام الدراسي الجديد 2024 ستشمل الكسكس الجزائري بفضل الجزائرية مونيا لونيس التي تعيش في بريطانيا بعد تألقها وفوزها في مسابقة طهي استهدفت المدارس الابتدائية. فازت مونيا من ضمن ما يقارب 300 متسابق من أفضل الطهاة في المملكة المتحدة، وبالموازاة مع تفوقها في المسابقة حصلت بشكل خاص على لقب أفضل طبق خلال كل المسابقة. وكانت مونيا قد شاركت في المسابقة ب3 وصفات عادة ما تتخصص فيها وتجتمع عليها كل عائلات الجزائرية: الكسكس الجزائري بشكل خاص، البوراك الجزائري، ويرافق هذه المقبلة والطبق الرئيسي حلى الموسكوتشو. فوز مونيا لونيس بهذه المسابقة مكن إذن من إدراج الأطباق الجزائرية في قائمة الطعام ل 370 مدرسة بريطانية ابتداء من افتتاح هذه السنة الدراسية، وكذلك 77 مستشفى. وفي تصريح للصحافة البريطانية عبرت مونيا عن سعادتها بهذا الفوز الذي جعل منها سفيرة للترويج للمطبخ الجزائري بلدها الأصلي كثقافة غذائية في بلد أجنبي، البلد الذي تقيم فيه. والأجمل من هذا وهو مسك الختام، مونيا أهدت فوزها وتألقها لبلدها الجزائر وكل الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن، وكأنها بهذا حبت تستغل هذا الفوز كمساج لكل جزائري مقيم خارج وطنه بأن يكون قدوة أو مرآة يعكس فيها تراثه وثقافته المحلية في صورة جميلة للمجتمعات الأجنبية التي يعيش معها. كل جزائري فخور بأصوله ويعتز بوطنيته يقدر يكون كيما مونيا لونيس. لا شيء مستحيل مع الإرادة، لأن مونيا مجرد مواطنة جزائرية مغتربة تعيش حياة بسيطة كعاملة في إحدى المدارس البريطانية. السلطات القائمة في مؤسسات الدولة الجزائرية دائما ما شفناها تدعم التافهين الفاشلين اللي يفشلون معاهم وطيحوا من قيمتنا وقيمة المجتمع الجزائري. تدعم إطارات يتم اقتراحها عن طريق الوساطة وليس على أساس الكفاءة والتحلي بالأخلاق المهنية، وهذا شيء مهم. هكذا يتم النهب والسلب. زيد من فوق هذا، هؤلاء تخصص لهم مميزات لسهولة السفر والتنقل، وبعد ما تتعمر المطمورة يطيروا هاربين بعيدا عن الجزائر. هذا واقع لازم نقولوه. وغالبا الأشخاص الذين يتم تسفيرهم لتمثيل الجزائر خارج الوطن تحت دعم ورعاية الدولة يمثلوا البلاد في أسوأ صورة، وهذا ما شفناه في معرض إكسبو وعدة معارض أخرى كارثية يمتنع الإنسان حتى من الحديث عنها.
بالمقابل دايما نلقاو الجزائريين اللي يقوموا بمبادرات فردية على مستواهم الخاص، كيما مونيا هما اللي يشرفوا البلاد ويرفعوا راسنا. مونيا ما عطتها الدولة، ما دعمتها بإرادتها وبإمكانياتها الخاصة البسيطة، فرضت نفسها بشخصيتها القوية، وأنا فخورة بها جدا جدا جدا. بمثل هؤلاء نعتز ونفتخر. إذا قلنا عليهم مؤثرين فالكلمة أصغر منهم بكثير، لا ترقى إلى الحجم المطلوب. هما مؤثرين بأخلاقهم وتراثهم وثقافتهم الأم في المجتمعات الأجنبية، ينقلوا صورة جميلة عن الجزائر. إذا قلنا على أمثال هؤلاء سفراء فلأنهم فعلا كذلك، خير سفراء للتراث والثقافة الجزائرية. إذا كما سجل التاريخ في الماضي أن الجزائريين هم أول من نقل ثقافة الكسكس الجزائري إلى أوروبا، وخاصة إسبانيا وفرنسا، ليصبح اليوم أهم الأطباق المعتمدة في الثقافة الفرنسية خاصة. يسجل التاريخ اليوم أيضا أن الجزائرية مونيا لونيس هي أول من فرض طبق الكسكس الجزائري على أهم مؤسسات المجتمع البريطاني لتعتمده في قائمة غذائها عن جدارة واستحقاق. طبعا من شهر جويليا اللي فات، التاريخ اللي صارت فيه هذه المسابقة اللي شاركت فيها مونيا لونيس، تناقلت بعض المواقع هذا الخبر، وأنا بدوري ما حبيتش يفوت هكذاك بلا ما نعطيوه القيمة اللي تليق به ونخليه له أثر على كل المواقع، لأن التوثيق لهذه اللحظات مهم ومهم جدا. ماشي محال أن يتم قلب الأدوار والأحداث كالعادة عكس الحقيقة، كما نراه اليوم منتشر في كل مكان أن المراركة هما اللي نقلوا طبق الكسكس إلى أوروبا. برافو 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 مونيا. أنا شخصيا نبعث لك سلامي ونرفع لك القبعة ونقول لك فخورون بك جدا جدا جدا. نبعث سلامي وتحياتي أيضا إلى محبي ومحبات الموقع من الأوفياء. نلتقي قريبا بإذن الله. السلام عليكم.